السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتي. النهاردة بقى نقدم مع بعض فيديو حلو قوي وسهل وسريع كده وحلوة مشهورة جدا. عندي هنا بقى لفتين من الجلاش. هعمل بقى صينية جلاش كبيرة كده وحلوة تكفي العيلة. طبعا لو انت عايزة مثلا تعملي ورقة واحدة، انتوا عيلة صغيرة مكونة مثلا من 5-6 افراد، هتعملي ورقة وهتكفي وهتبقى حلوة جدا. انا بستخدم الجلاش ده بيبقى نوعه جميل قوي اللي هو الصواف، نوعه حلو قوي في الحلو والحادق بصراحة. جبت بقى هنا لفتين من الجلاش طبعا عشان احنا عيلة كبيرة وكده اللهم بارك. فهبدأ بقى ايه اعمل صينية كبيرة كده من الجلاش بلفتين. والورقة بتاعت الجلاش ده ما شاء الله حلوة قوي، هي رقيقة وهتقرمش وفي نفس الوقت ماسكة نفسها كده وحلوة. هي لسه طازة، علشان كده انا مرضتش احطها في الفريزر الصراحة علشان تبقى طازة كده وانا بشتغل فيها. عندي هنا بقى ايه الورقتين ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، حلوين قوي. النهارده بقى هنعملها بالمهلبية بطريقة حلوة جدا، ونعمل المهلبية كده بطريقة حلوة كده وبطعم حلو ومزز زي ما بيقولوا. تعالوا بقى نشوف هنبدأ بايه. اول حاجة بقى هنجهزها هي المهلبية بتاعة الجلاش، ومهلبية الجلاش لازم تكون مظبوطة كده بأدق المقادير علشان ما تكونش سايبة قوي او جامدة قوي او تخلي الجلاش ناشف ومكتل والكلام ده كله. نبدأ بقى ايه، جبت حلة كده اللي هعمل فيها المهلبية. هبدأ بقى احط في الحلة دي اللبن بتاعنا. عندي هنا دي كوباية 2، وطبعا انا بشيلش الوش بتاع اللبن خالص. 3، 4 كوبايات من الحليب. وعندي هنا كوباية من المية، وعندي هنا 5 معالق من النشا. ناخد بقى الحلة كده على جنب. هضيف بقى كده المية على النشا واحدة واحدة وهبدأ اقلب. لو عندكم لبن برضو عادي ممكن نستبدل المية بالنشا، ممكن نستغنى عن المية باللبن، سوري، ممكن نستغنى عن المية خالص بلبن. يبقى عندي هنا 5 معالق من النشا على 4 كوبايات من اللبن وكوباية من المية. والمية تكون يعني مية من الحنفية علشان نقدر نفك بيها النشا بتاعتنا وما تكتلش قوي. هندوب خالص النشا علشان ما نحطهاش في اللبن، واول ما اللبن هيسخن هتلاقي التكتلات دي كلها كتلت كده في المهلبية بتاعتنا. خلاص هي بدأت خالص تفك خلاص اهو. هضيفها بقى دلوقتي على اللبن بتاعي. هنرفع بقى كده المهلبية بتاعتنا على النار، على نار متوسطة، ما تكونش النار عالية قوي عشان ما تحرقش برضو المهلبية معانا. طبعا مهلبية الجلاش انا عامة بحبها تكون بسكر هادي جدا او من غير سكر، لان الشربات بتاعنا هيظبط كل التريكات دي. وكده بقى عملت المهلبية القمر دي بتاعت الجلاش. طبعا هي لسه سخنة، واول ما هتبرد برضو هتمسك شوية عن كده. هو ده القوام المظبوط، هو ده القوام اللي هيخلي الجلاش معاكي بصي تكليك كده وانتي متمزجة جدا جدا. بصراحة ان شاء الله ان شاء الله يعني تطلع حلوة وتعجبهم بإذن الله. هسيبها بقى تبرد عقبال ما نجهز السمنة والزيت بتوعنا والجلاش. نيجي بقى للجلاش بتاعنا تاني دلوقتي. هجيب بقى الصينية اللي هعمل فيها الجلاش.
انا بقى هعمل في الصينيه اللي هو المقاس الكبير ده، صينيه الحلويات، بس المقاس الكبير اللي هو ده. عندي بقى جبت هنا كوبايه كده مليانه من السمنه على الزيت، او ممكن تحط لها تعمليها بسمنه بس او بزيت بس برضو. هاجي اخد دهنه كده بسيطه في الصينيه من تحت، علشان لما ندخله الفرن يكون متحمر كده وما يكونش ابيض من الحواف بتاعته او من الارضيه بتاعته. نيجي بقى كده للجلاش. بسم الله. هبدأ كده اجيب اول ورقة، انا هحط بقى المتكسر، احاول احطه تحت او في النص. هديله دهنة كده خفيفة خالص. في ناس بتحط الورق كله كده ومن غير ما تدهن ما بين الطبقة والطبقة، وبتخلي بقى السمنة او الزيت بتاعنا اللي هو المواد الدهنية تحطه فوقيها كده بعد ما يخلص خالص. نحط ورقة هنا كده واديلها دهنة، وكل طبعا ما كانت المواد الدهنية اكتر في الحاجات دي بالذات في الجلاش او الكنافة او القطايف، كل ما كانت القرمشة اعلى. ودلوقتي بقى خلصت صينية الجلاش بتاعتي وقطعتها كده. اخر مرحلة بقى هندخلها الفرن. شوفوا ما شاء الله اللهم بارك. المرحلة بقى الاخيرة هو التليفون هيفصل خالص والفلاش قفل. اخر مرحلة هدخلها الفرن تاخد وش كده وتتحمص كده وتبقى حلوة، واوريكم الوش الاخير. وبكده بقى نكون خلصنا صينية الجلاش بتاعتنا. شوفوا ما شاء الله وسقتها الشربات بتاعه عبارة عن كوباية سكر وكوباية مية وعصرة ليمون. واشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.